إن جديد من يوميات وسطى تاريخ، وبعنوان عمره ما هيبان في الصورة. ايه بقى اللي مش هيبان في الصورة؟ هنحكي النهاردة شوية حاجات حلوة كده. أول حاجة عاوز أحكي عنها أو أتكلم عنها، نتكلم عن موضوع التعليم وعن موضوع الاستهانة بالتعليم. أنا عارف إن الموضوع لبانة بس أنا من حقي كبني آدم أب عندي أطفال في المدرسة، 3 أطفال، من حقي كأب إن أنا أعترض على إعلامي في نظري هو مجرد راس كرومبا. أنا طبعا مش هخوض فيه ولا هقلل منه ولا حتى هجيب سيرته أو أذكر اسمه، بس هضرب مثال بما إن أنا ملعب التاريخ بالتاريخ وكله بالوثائق، يعني ما هتكلم عنها بسخرية. اهلا اهلا. كان في فيلم بتاع 4 في مهمة رسمية، بطولة الأستاذ أحمد زكي، إخراج الأستاذ علي عبد الخالق الله يرحمه. إحنا شفناه كتير قوي، الشخص الموظف في الأقصر اللي راح استلم ثروة أو ميراث من وراداتي أو شحات كان شغال في الأقصر. استلموا كل التركه بتاعته قبل ما اي حد يغتصبها. كان بيشتغل ايه؟ وراداتي. نعم. وراداتي. وراداتي؟ وهيكون عنده ايه الوراداتي ده؟ ما كانش وراداتي عادي يا الله، ده كان بيشتغل من 50 سنه. ساب تركة عبارة عن 3 حيوانات، قرد ومعزة ومعاهم حمار. طبعا حصلت مفارقات أثناء الفيلم خلتنا كلنا ضحكنا، بس ما فهمناش المضمون بتاع رسائل الأستاذ علي عبد الخالق. موقف كان معلق معايا من زمان قوي. الأستاذ أحمد زكي خارج من حديقة الحيوانات ومعاه الشمبانزي، قدام باب جنينة الحيوانات في كردون بتاع شرطة. ورا الأستاذ أحمد هنشوف الإشارات اللي حطها الأستاذ علي عبد الخالق. ورا الأستاذ أحمد جنينة الحيوانات، وفي يافطة عليها مجمع الأهرام الاستهلاكي أو مجمع الاستهلاكي شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية. إشارة جنينة الحيوانات ومجمع استهلاكي، وقصاده كردون من الشرطة، وهوب يعدي الموقف، السرينة بتاعت البوليس تضرب، القرد يجري قدام الموكب يوقفه، يقبضوا على احمد زكي او الاستاذ انور عبد المولى ومعاه الشمبانزي. كل ده اشاره من الاستاذ علي عبد الخالق في الفيلم. بعدها بنلاقي في واحد قاعد قدام تسجيل، وفي صوت واحد يبدو من صوته ان هو اشتراكي او يساري بيقول خطبه عصماء، وواضح ان هو مش فاهم بيقول ايه. نحن معك يا عبد المولى، نحن معك يا دلال، فلتصمد يا عبد المولى، فلتصمدي يا دلال. طبعا الخطبة تسمعها تستغرب، هتقول حاجة واحدة ان هو مش فاهم الموضوع، صح؟ الخطبة العصماء دي كلنا دلال وكلنا عبد المولى، هو في دماغه ان الاتنين مناضلين لمجرد حادثة ان قرد عدى الطريق وقف الدنيا. طب ايه الحدوتة اللي تدل ان الاعلامي اللي قلل من دور العلم والتعليم عبارة عن راس كرومبا؟ في الستينات كان في واحد مذيع في اذاعة صوت العرب اسمه احمد سعيد. طبعا الراجل ده ارتكب ذنوب لا تغتفر، ابسطها اعلانه بان قواتنا خلاص على مشارف فلسطين في 67،
وان طياراتنا دمرت العدو، في حين ان المصريين الجنود المصريين كانوا في سيناء. حمل صوت العرب ومدير صوت العرب مسؤولية الأخبار في 67. انت بتشتغلي في جهاز اعلام ولك تاريخ ماضي. صوت العرب من القاهرة يقدم هذا البرنامج. أكاذيب تكشفها حقائق، يقدمها أحمد سعيد ومحمد عروق. متى عرفت بالضبط أننا هزمنا في 67؟ ابتدت الحرب في 5 يونيو. في نفس اليوم. في نفس اليوم الساعة 12 إلا 5. نتيجة سوء التخطيط، نتيجة سوء التقدير. ده كان حال عساكرنا وجنودنا وولاد مصر وأهالينا في سيناء. في حين إن الأستاذ أحمد سعيد في صوت العرب صوته مجلجل، لأن إحنا خلاص داخلين فلسطين والقدس هنحررها والتضليل. سنة 1960 قبل النكسة ب7 سنين، بيقول أي حاجة في أي حاجة. الأستاذ أحمد سعيد جاله خبر من العراق باعتقال أفراد. هنا نسأل علاقة مصر بالعراق في سنة 1960 كانت إيه؟ طبعا كانت العلاقة شبه منقطعة، لنظرا لاختلاف المعسكر المصري اللي كان بيتبع للاشتراكية القومية والمعسكر العراقي اللي كان بيتبع اللي هي بيسموها الديمقراطية الشيوعية. فكان المدرستين على خلاف، يعني زعيم عبد الناصر في مصر مختلف مع الزعيم عبد الكريم قاسم في العراق. سنة 1960 حصلت الحادثة اللي هحكيها دلوقتي. خلفيتها أو قبلها بسنة 1959 كان في معتقل اسمه ناظم الطباقجلي. ده كان قومي أو معارض لنظام عبد الكريم قاسم، تمام. فما كان من المذيع أحمد سعيد في صوت العرب إن كان بيطلع في الإذاعة يشتم العراق شتيمة بقى وتكفير وشيوعيين وكل ما تتخيلوا. من شدة الشتايم الأستاذ ناظم الطباقجلي ده كان بيتحايل على مراته تبعت رسالة لعبد الناصر وهو في المعتقل. لما كانت مراته تروح له تزوره، ناظم الطباقجلي ده كان بيقول لها ابعتي رسالة لعبد الناصر يخليه يقلل الشتايم في الراديو على العراق وعلى عبد الكريم قاسم، لأنه أنا هنا في السجن بطحن. وتطور الأمر ان خلاص بقى النظام العراقي لازم يمسح او يهزأ احمد سعيد ده ونعمل فيه مقلب. كان ايه المقلب؟ النظام العراقي بعت خبر او سرب خبر لاحمد سعيد المذيع المصري ان تم اعتقال المناضلة السيدة الفاضلة العروبية المجاهدة حسنى ملص، ومعاها المناضل عباس بيزا. أحمد سعيد ما كدبش خبر، طلع وقال البيان التالي: الشيوعيين قد ألقوا القبض على السيدة الفاضلة المناضلة العروبية المجاهدة حسنى ملص، وراحوا ينكلون بها وبشرفها، وكذلك تم إلقاء القبض على المناضل عباس بيزا. يسكت على كده؟ لا، راح فائع شعار بالفم المليان. طبعا قرعته احمرت وراح نافخ صدره وشنف أوداجه وراح قايل الشعار: إذا ماتت حسنى ملص فكلنا حسنى ملص، كلنا ملص وكلنا بيزا من المحيط للخليج. طبعا هو بيتكلم عن نفسه وعن أمثاله. مين قاعد بيسمع الراديو؟ سفير العراق الأستاذ أو السيد فائق السمرائي.
وده كان معارض لسياسة عبد الكريم قاسم، لكن رسميا هو كان سفير العراق في مصر. سمع الأسماء عرفها لأنه عراقي. مين هي حسنى ملص؟ صاحبة أشهر بيت دعارة في بغداد. طبعا هو مقلب، انت بتقول على بتاع الدعارة مناضلة، وبتقول كلنا حسنى ملص وكلنا بيزا. عباس بيزا قواد. فمن هنا نفهم ان المذيع راس الكرومبا اللي هزق المعلمين وهزق التعليم وهزق ولادنا وعايز ولادنا يطلعوا اي حاجة ومش مشكلة. ومن هنا انا عايز اسأله هو وامثاله، طالما التعليم مش مهم بتعلموا ولادكم في مدارس بره ليه؟ بتعلموهم احسن تعليم ليه؟ بتدخلوهم مدارس بتاخد حوالي ما لا يقل عن مبلغ يعني 250,000، وانا بسمع ارقام بتخض. ليه؟ هل علشان عارفين ان احنا ملناش مستقبل؟ بتكملوا بتقنعونا ان احنا ما ننفعش؟ هل علشان ولاد الغلبان اللي بيتكلم ده ال3 ولاد او ال3 اطفال مش من حقهم يبقوا يتعلموا زي ولادكم؟ هل التقصير المناهج او تخريب التعليم انا واولادي نتحمل نتيجته؟ هل لينا يد فيه؟ من حقنا كلنا نفهم. بس فتحياتي لراس الكرومبا، والرسالة اللي بعتها الأستاذ علي عبد الخالق في فيلم 4 في مهمة رسمية، أنا عايز أوصل لك أنت وأمثالك إن إحنا مش نايمين، لا إحنا فاهمين أوي. وعشان برضو راس كرومبا على الأقل لو بيفكر كان تخيل اختلق طريقة أو وسيلة تعبر عن طريق كويس. يعني مثلا كان يقال يا جماعة الجامعات الأدبية والجامعات النظرية المفروض نهتم شوية بالنظم الفنية والزراعية علشان نخرج فلاحين وصناعية زي ما ألمانيا عاملة. ما يطلعش يهني في اختياراتي، لأنه مش من حقه يقول لي أنا صح ولا غلط. من حقه يعرض لنا الجوانب الإيجابية في التعليم الفني والزراعي، لكن مش من حقه يستحمرني ويعرفني ان ابني مهما عمل ما يطلع ملوش لازمه. لا هو ولا اللي مشغلينه، مش من حقه، لان هم ما بيدفعوناش، بالعكس احنا متحملين مسؤوليته هو واللي فوقيه. احنا طافحين الدم. ايا كان اللي بيدرس، هو بيدرس تاريخ امريكا ليه؟ بيدرس فلسفه ليه؟ بيدرس منطق ليه؟ عشان يبقى عنده وعي. هم لما بيعلموهم في المدارس دي مناهج امريكا وتاريخ امريكا وحكايه امريكا، علشان الراجل ده دافع الالافات دي علشان ابنه ده يروح يعيش هناك، مش عشان يعيش معانا. وده اللي خلاني سالت